السلام عليكم. لو عندنا قطعة أرض حد بعتها لنا مثلا عشان نقسمها، أو حد بيشتري قطعة أرض وطلع فيها شطرات وعدم انتظام أضلاع زي الرسم اللي موجود قدامنا ده، أول حاجة لازم تعملها لازم تقيس طول الوتر. موضوعنا النهاردة أهمية طول الوتر في قياس مساحات الأراضي. خدنا مثال، عندنا قطعة عبارة عن شكل غير منتظم الأبعاد والأضلاع والزوايا كذلك، 40 متر أحد الأضلاع، 30 متر، 25، 16. احنا رسمنا هنا بالشكل ده. الرسمة دي ممكن بدون وتر نرسمها بأكتر بعدد لا نهائي من الأشكال، زي نفس الرسمة دي بنفس الأبعاد 40، 30، 25، 16، عملناها بطول وتر معين، طلعت المساحة 669.9 بنفس الأبعاد، ولكن مع تغيير الوتر طلعت المساحة 617.2. نفس الأبعاد ولكن مع تغيير الوتر طلعت المساحة 685.3. فكده لازم نعرف إن طالما قطعة الأرض غير منتظمة الأضلاع والأبعاد والزوايا لازم نقيس طول الوتر. طول الوتر بنقيسه إزاي؟ من الزاوية إلى الزاوية الأخرى، هو ده قياس طول الوتر. لازم أجيب القياس ده من الطبيعة عشان أقدر أحسب مساحة الأرض بدقة بشكل هندسي صحيح، وما يكونش فيه اختلافات طبقا للواقع. الكلام ده هيفرق معاك في فلوس لو بتشتري قطعة أرض. ما ينفعش حد يجي يقولك خد كل ضلعين اجمعهم واقسم على 2 واضرب في بعضه، لأن الكلام ده خطأ ملوش علاقة بالهندسة. وفي نفس الوقت نقدر نجيبها بالبرامج الهندسية بسهولة، أو بقاعدة هيرون اللي احنا حسبنا فيها في الفيديوهات السابقة مساحة الأراضي. عندنا المساحة رقم 1 زي ما قلنا، شايفين الفرق في المساحات 669، 617، 685. طبعا مع كل قياس طول وتر متغير طلعت مساحة مختلفة. يبقى أنا رايح نفسي من البداية وأقيس طول الوتر من الطبيعة عشان أقدر أحدد أولا مساحة الأرض، ثانيا الزوايا الخاصة بميلان الأضلع اللي موجودة على الرسم أقدر أنفذها صح، وأقدر أرسمها معماريا صح، وما يحصلش تناقض بينها وبين الطبيعة بعد كده أثناء التنفيذ. نستأذنك تعمل لايك ومشاركة للفيديو عشان يوصل للجميع والكل يستفيد بإذن الله. السلام عليكم.